السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوة نجاة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الحريرة المغربية الصحية وبدون دقيق أبيض. غادي نخليكم تكتشفوا المقادير والطريقة. غادي نحتاج البصله متوسطه، وهنايا خديت العواد ديال الكرافس قطعتهم باش غادي نطحنهم مزيان مع البصله. غادي نطحنهم في الهاشوار حتى كيطحنوا مزيان، ومن بعد غادي ناخذ واحد الطنجره كنضيف فيها داك البصله والعواد ديال الكرافس. يمكن لكم ديروا الطنجره ديال الضغط، انا درت غير الطنجره العاديه. تقريبا خدات معايا ساعه ديال المكانه او ما كاملاش وكانت واجده. وكنزيدوا اللحم مقطع كيبقى اختياري، ولا ديروا غير العظومه. وكنزيدوا القزبر ومعدنوس وكرافز اللي طحنتهم في الهاشوار مزيان. وكنزيدوا الحمص والعدس اللي كنكونوا رقدناهم ليله من قبل. وكنزيدوا التوابل. هنايا التوابل درت سكينجبير ودرت الخركوم والابزار. غادي نزيد هنايا تقريبا 2 ملاعق كبيره من زيت الزيتون. ما تكتروش من الزيت لان الحريره ما كتبغيش الزيت بزاف، كطلع ليها الفوق. ومن بعد كنخلط مزيان وكندير الماء. هنايا انا ما غاديش نشحر هاد الخضره او هاد المكونات لانها فيها العطريه غادي تحرق لينا. غادي ندير الماء وغادي نحطها فوق النار طيب على نار تكون متوسطه. وغادي ندوز دابا باش غادي ندير مطيشه تسلق. هنايا خديت تقريبا 5 د الحبات ديال المطيشه كبار، كنغسلهم وكنقطعهم بالقشره ديالهم كنسلقهم. مني كطيب كنخليها حتى كتدفى شويه، ومن بعد غادي نطحنها في هذا الكاس ديال العصير. غادي نطحنها مزيان. الا كانت عندكم الماكينه ما كتطحنش مزيان، من احسن تصفيو مطيشه باش كتحيدوا من هذاك القشور باش ما كيبقاش باين لكم في الحريره. من بعد ما كيطيب الحمص عاد كنديروا مطيشه، ومباشره ما كتبدا تغلي لينا الحريره غادي نديروا عليها الدقيق. بالنسبه للدقيق انا دورتها بالدقيق ديال الشعير، ما درتش الدقيق ديال الفرص. صراحه كتجي بنينه بزاف. وصافي كندير واحد الكميه اللي غادي تجمع لينا هذيك الحريره. من بعد كنحيد، انا حيدت طنجره من فوق النار ودرت عليها الدقيق، لكن من احسن نتوما تخليوها فوق النار وديروا في الدقيق وانتوما كتحركوا حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. انا ما لقيتش كيفاش ندير الكاميرا داكشي علاش حيدت الطنجره من فوق النار. صافي من بعد رديتها وبدات كتغلي وبدات كتعقد. ومن بعد غادي ندير الملحه. كما لاحظتوا انا الملحه ما درتهاش في الاول باش كيطيب لينا الحمص والعدس كيطيب بسرعه. كنخلي الملحه حتى للتالي. ومن بعد ما كتبدا تغلي كتعقد كتولي عندي بهذا الشكل. كنتحصل على القوام اللي بغيت وما خصهاش تجينا ثقيله بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفه. صافي من بعد ما كيطيب ليا الدقيق واحد 5 دقائق صافي كنديروا داك الربيع اللي خلينا واحد شويه حتى من بعد. كنضيفوا الربيع القزبر ومعدنوس وكرافز اللي كانوا عندنا مطحونين او لا مقردين. وكنزيدوا الشعريه. بالنسبه للشعريه الا ما بغيتوش تضيفوها ما تضيفوهاش. الا بغيتو تشربوا الحريره صحيه يمكن لكم تعوضوها بالبلبوله ديال الشعير او الدشيشه. صافي من بعد ما كنبقاو نحركوا في داك الشعريه واحد الدقيقه وكنطفيو عليها لانها غادي تطيب لينا غير في داك السخونيه ديال الحريره. وصلنا للنهايه ديال الفيديو وبالصحه والراحه.